السلام عليكم اخواتي. فيديو اليوم على البيتزا بوازي، ولا كان يقولوا لها بيتزا صوص بلونش كما حبيتوا. بالنسبه للوصفه نحتاجوا ملعقه كبيره خميره الخبز، ملعقه كبيره سكر، ملعقه صغيره خميره الحلوى باش تعاونها تكون خفيفه شويه. ونبدا نلم الفرينه ما نقدروش نحطوا قيس معين، لانه على حساب القيس تاع كاس تاع الحليب، وعلى حساب نوعيه الفرينه ايضا تختلف من ماركه لماركه وتختلف من بلاد لبلاد. نلموها ونحاولوا ما نشفوهاش بزاف. كي نجمعوا العجين تاعنا نبداو نزيدوا له بالدمعه الزيت، الافضل نستخدموا زيت زيتون يعطي لها نكهه مليحه وصحيا مليحه لينا. نجمع العجين نقسمه الى قسمين، لانه راح نحاول ندير به دو بيتزا كبار يكفيو لنا قيس عائله تاع 5 افراد. بعد ما نقسمها نحطوها في بلاصه تكون دافيه شويه ونغطيوها ما بيد ما نوجدوا واش نحطوا داخل البيتزا واش لي صوص، لانه راح نستخدم نوعين تاع لي صوص. الصوص الاولى واللي هي الصوص بوازي، نديرو ملعقه كبيره تاع مارغرين. نبداو نحمروا هذاك الدجاج بالعقل. كي يتحمر من الدجاج نزيدوا له لي شامبينيون، ومن الافضل نستخدموا شامبينيون فري اذا كان ممكن. اذا كان ما كانش كما اختكم هنا ما كانش عندي شامبينيون فري، درت معلب عادي مره في الزمان معليش. وكي يبدا يطيب لنا يبدا يطرى لنا شويه هذاك الدجاج مع الشامبينيون، نديروا المنكهات. نستخدم فقط فلفل اسود مع الملح، هذا ما كان. كي نحس باللي الدجاج بدا يطيب نحطوا لا كريم فريش علبه تاع 200 مليلتر، وما بيد ما نستناو هذاك لاصوص طيب، وما بيد ما نستناوها تتشرب شويه لا كريم فريش. ننصح كل اخوات وننصح نفسي اولا اغتنام هذه الفرصه تاع الانتظار. قسمه اليوم ما تقعدي تخممي في اليوم وغدوه وغير غدوه، نخمو شويه على الذكر، نخصصوا كل ذكر لنشاط معين كما وقت الطبخ باغ اكزومبل الاستغفار. ما بيد ما راني نخلط نستغفر نسبح، المهم نرطب اللسان بذكر الله. اذا بعد ما الميجوطا كاع لو ميلونج اللي عندي نزيدي له انا واش زدت لي بلاك دو فرomage تاع سبيسيالمون برجر مع ملعقه تاع جبن الطلي. ديري اي نوع جبن يحبوه ولادك، سي ليسونسيال. ما كانش يعني نوع معين من الجبن اللي لازم عليك ديريه، لكن كي ديري زوج انواع راح تكون ذوق مليح. اذا البيتزا الاولى انا خيرت تكون بيتزا بشامبينيون بولي. نبدا نخدم في العجينه الاولى تاعي. من التحت نفضل دائما نديرها سميد متوسط باش يعطيه واحد القرمشه هكذا شابه. ميم في البيتزا دومينوز باغ اكزومبل، لي بيتزا لي دو غروند مارك دائما تلقى من التحت هذيك القرمشه تاع سميد. ندير الشكل الدائري تاعي ونبدا نحط لا كريم بوازي تاعي، ونحطوا دو كوتي كريم بوازي نحتاجوها في الاخير باش نزيدو نشمخوها شويه كي طيب. البيتزا الثانيه اللي خيرت اني نديرها قسمتها على زوج. القسم الاول درتها بيتزا بوازي افيك سومون فومي، السلمون المدخن يحبوه ايضا الاولاد بزاف. والقسم الثاني ولا الجزء الثاني من البيتزا درت بيتزا صوص بلونش، كان باقي لي زوج حبات مرقز من الغدا قسمتهم وجي ديكوري افيك البيتزا تاعي. تقدري ديريها مع الطون، تقدري ديري مع الزيتون، على حساب واش عندك انت في البيت. واش سينو كمليها كامل بيتزا بوازي. ديري لي دو بيتزا بوازي باسكو الصدر تاع الدجاج راح يخرج لك، ولا نصف الصدر تاع الدجاج راح يخرج لك زوج بيتزات كبار. من الفوق نزيد دائما الزعتر لانها تمد نكو سبيسيال بيتزا. صراحه الاولاد ما يفضلوهاش بزاف، بصح انا دائما لابار تاعي نحب ندير فيها زعتره. هذيك لا كريم بوازي اللي بقات لي كي نخرج البيتزا تاعي الاولى نبدا نزيد نرش فيها من الفوق، وهنا صافي لا ديفيرونس صراحه. كي تكون الكريمه فريش هكذاك وكاين فائض تاع الكريمه راح تستبنيها. بالنسبه للسمك تاع البيتزا كيما تحبي، كان يحب بيتزا مقرمشه، انا هذه حطيتها مقرمشه على بروميير يعني ماشي عاليه بزاف. الثانيه درتها خشينه شويه وتجيك طريه. يعني شوفي انت لاولادك ولا بالبيت واش يحب كيفاش يحب ياكلها. هذه البيتزا بوغ ادولت اللي حضرتها زدت شويه ميلونج تاع زيت زيتون مع هريسه، خلطتهم ودرتهم في الاخير باش يعطيها النكهه المميزه تاع زيت الزيتون. كي نزيدوه من فوق البيتزا وتخلط مع الزيتون الله الله. ان شاء الله برك ما يشوفوش لي زيطاليان هذا الفيديو لان رانا بدعنا في البيتزا تاعهم. انا ما عنديش قوانين في الصراحه في الطياب،
حاجه اللي ما يحبوهاش في الدار نحيها، حاجه يحبوها نزيدها، ودائما تكون نتيجه مرضيه للجميع. شوف الله يبارك هنا كيفاش راهي خفيفه، كيفاش تتلوى وحدها، مش راح تندموا عليها. اذا ما تنسوناش في جيم كومونتير واشتراك مع اصحابكم مع اخواتكم، وما تنساوش قراءه تاع حمود مع البيتزا. والى وصفه اخرى باذن الله. السلام عليكم جميعا.